بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، اليوم باش نتكلموا على المنتخبة النخبة السياسية بالمغرب، خاصة بجماعة بني شكر، لأن النخبة السياسية الذي كانت في 2022 أو 2021 كانت نخبة فاشلة، مجلس فاشل بأكملها، لأن كان يرائسه رئيس فشل في المهمة ديالو، فشل في المجلس، لأن كان هو ماشي جا باش يخدم المصالح المواطن أو جا باش يخدم لصالح الوطن والشعب والملك، لأن هذا رئيس الجماعة الذي كان سابقا رئيس سابقا اللي كان مجلس فاشل، مجلس فشل فيها. لأن اليوم كيف كنشوفوا معاملة نتاع المجلس الحالي معاملة حسنة بأعضاء بكل أعضائها، لأن كيفاش كنشوفوا هذا المجلس الحالي كيفاش كتكون المعاملة مع المواطن، لأن الجماعة رئيس الجماعة أو المجلس الجماعة جاء لخدمة المواطن لصالح المواطن، جاء باش يقضي المصالح نتاع الناس، ماشي جاء باش يبقى يكذب على الناس أو باش يبقى يلعب ولا. ولهذا الحمد لله نحمد الله ونشكره على هذا المجلس نتاع 2022 دابا مدة عامين ان شاء الله، والمجلس راه كيتمشى مزيان الحمد لله. بالنسبة للبناء او هكذاك، لان البناء خصو الرخصة، لان كاين السلطة المحلية هي اللي كتشرف على البناء، هي اللي كتزير على البناء، ما الا بقات عند الجماعة ولا هكذاك غادي يعاونهم. وكنتمنى من قلبي الصالح لأعضاء بني شكر يكون صالحا ويكون وفيا لخدمة المواطن والشعب، لأن عانينا بزاف مدة 5 سنوات نتاع المعاناة اللي عانينا في جماعة بني شكر. عانينا بزاف ديال المشاكل من طرف المجلس الفشيل والرئيس السابق، اللي الحمد لله بإذن الله ما طلع حتى مرشح، ما طلعش. وكان قال في واحد الفيديو انا غادي نطلع الولايه الثانيه، الولايه هكذاك، راه ما طلعش الحمد لله. اللي كان هو ما جاش يخدم المصالح نتاع المواطن، جا باش يخدم المصالح نتاع الاولاد ديالو والمصالح نتاع العائله ديالو، ما جاش باش يخدم المصالح لصالح الشعب. لان كانت الجماعه واحد المره درنا الاحتجاج انا والزميل ديالي عاشور العمراوي، اللي تم استدعاءنا من طرف الدرك الملكي ببني شكر، ودارونا واحد الفخ، مشاو هرسوا الباب، رئيس الجماعه هرس الباب، حنايا والله ما حديناها، والله ما هرسناها، هما راه كيعرفوا هذا الشيء، راه كيتفرجوا فيا. مشاو هرسوا الباب باش يلبقونا التهمه باش نمشيو للسجن. الحمد لله السجن كيمشي عندها غير الرجل، وإلا كتب لك شي حاجه غادي تمشي عندها واخا تكون اللي غادي تكون. والحمد لله جبنا البراءه، ما دارونا حتى شي حاجه، لان حنايا كنا كنغوتوا على محطه الوقود اللي كانت في طلب، اللي كانت تشجيع على المراه القروي باش يديروا المشاريع الكبرى. والحمد لله هذه الجماعه الان برئاسة محمد أوراق، الحمد لله واحد الفرح جدا، واحد الاهتمام جدا، لأن الجماعة دابا كتمشى مزيان إن شاء الله. وذلك ولو الأعضاء متخلفين، واخا هكذاك إن شاء الله غادي يوليو إن شاء الله غادي يخدموا، لأن حنايا صوتنا على الأعضاء أو صوتنا على المجلس أو صوتنا على المرشحين ديال القبائل ديال الضواور، صوتنا عليهم لصالح الشعب او باش يخدم المواطن
ويخدم الجماعه. لان كنقول الحمد لله اللي حنايا اللي هذه المره اللي لقينا الشخص المناسب في المكان المناسب. بالنسبه محمد اوراق لان رجل ثقه ورجل تجاري ورجل اداري، ولهذا كيف كنشوف الاداره الحمد لله كتمشى مزيان، لان كنمشيو للاداره باش نقضيو الحوائج ديالنا او باش نقضيو الحوايج ديالنا. لقينا الاداره الحمد لله لقيناها مزيانه، وكنتمنى ان شاء الله الاداره غادي تكون هكذاك، لان جاو هذه المره جاو باش يخدموا صالح المواطن وصالح الشعب حسب خطاب الملكي تاع 2017. اليوم اللي الخبر اللي فرحني بزاف هو الطريق نتاع يمهارشن، الطريق نتاع عبدونا هو كيتعدل، لان من طرف رئيس الجماعه دابا راه تما رئيس هو اللي وقف عليه بيدو وجاب الزفت، جاب القرابه راه كيخدم هذاك الطريق. والحمد لله كنتمنى ان شاء الله الله يوفق له ان شاء الله باش يعدل هذاك الطريق، ونتمنى التوفيق من قلبي الخالص لرئيس جماعه بني شكار محمد اوراق. محمد اوراق رجل ثقه جا باش يخدم وكيعاون وكيصدق وكيدير. بالنسبه للرئيس السابق اللي كان تما، الا جا بنادم طلب له بنادم 5 دراهم والله ما يعطيها له، ما يعطيهالوش والله. الا طلب له 5 دراهم والله ما يعطيها له، وهذاك ما يعقلش حتى على باه والله ما يعقل عليه. وباش تعرف الله تعالى إذا أصابتكم مصيبة إلا بأنفسكم، ماشي من الله، الله كيسيب من الخير. المصيبة إلا غضب الله إلا بأنفسكم، لأن الله تعالى كيعطي واحد المرض لبنادم أو كيعطي واحد التعويق لبنادم إلا الله تعالى شاف النفوس ويعرف القلوب، حتى كيعرفك القلب ديالك الكراهيه، القلب ديالك الكحل، عاد كيعطيك شي حاجه اللي ماشي مزيانه. ولو عنده الفلوس عنده كل شيء ما كيعيش، ما راش عايش. ملي كنعرفو عنده التريكو زرق راه مازال هذاك زرق، ما كيعيش. شكون اللي غادي يعيش بهذاك الفلوس؟ يعيشوا ولادو حفادو، هذوك اللي غادي يعيشوا. هو غادي يبقى هكذاك، يمشي للسوق يهز داك الميكات هكذا نتاع 5 دراهم ولا 2 معطيشات يجي. الحمد لله شوف الرئيس الجماعه الحالي كيفاش الله تعالى نوروه، شوف النور اللي عطالو، شوف كيفاش كيجي المجلس. شوف الحمد لله دابا المجلس الحالي الحمد لله كيف كنشوف كيقضيو حوائج نتاع الناس وكيعاونوا المواطنين وكيعاونوا الشعب، ورئيس دائما في خدمه المواطن، لان الرئيس جماعه، لان ولد التصله، لان باه وامه علموا له الاداب والثقه، وفيه الحياء، كيستحيا من بنادم. الا قال له الله يرحم والديني لاباس له الراس هكذا كيدير الخاطر لاي واحد. باش تعرف الجماعه دائما عمره، دائما جماعه، دائما فيه الناس، دائما فيه الرواج. غادا باش نوقع الا السلطه المحليه اللي بحال درت العصافر الرويضاء هي اللي خلاتهم مشكله. ما بالنسبه للجماعه الحمد لله الجماعه جا باش تخدم، وجميع جميع المرشحين اللي تما الحمد لله جاو باش يخدموا، لان كيف كنشوف فيهم جاو باش يخدموا لصالح المواطنين. لان في الاول اللي كان رئيس الجماعه كيدير نشبه بين مرشح بين المرشح والمواطن، كان كيديهم سير شكيو سير ديروا سير فعلوا. دابا لا الحمد لله راه تما شعيبه حنين، تما سلام الرشدي، تما كاع الدراري الحمد لله شفتهم هذاك النهار
كيفاش كنشوف المجلس الحمد لله كيتمشى مزيان، الا واحد تما راه الله يستر منه، هذاك خصك تخافوا منه، هذاك خصك تخافوا منه، الله يستر منه، لان وسمانهم في وجوههم راه كيشكي، اشكي ولا دير اللي بغا، شكيتي بيا، شكيتي ولا ما شكيتي ولا ما درتيش غادي دير بيا، انت اللي درتي الفيديوهات على السلطان، انت اللي هدرتي فيهم، انا علاش انت اللي درتي الفيديو على السلطان نشرتو انا خويا نشرتو تما، انا علاش راه عندي معاه المحكمه، علاش اخويا انا نشرتو راه كننشرو، انت اللي هدرتي فيه، انا ما هدرتش فيه، وهدرتي مباشره، كتهضر مباشره ماشي في الخفاء ولا هكذا. والباقي قلت كلشي المرشحين حيد غا واحد، كلشي الله يعمرها دار، كلشي شتهم لصالح المواطنين. ولهذا اللي كنقول للرئيس الجماعه او للاعضاء المجلس الجماعه، حذري من الجمعيات، باش تثقوا فيهم، لان راه كاين الجمعيات اللي كينصبوا على المجلس وينصبوا على الناس، راه كاين هنا في بني شيكار اللي كنحضر بعض الجمعيات المتسوله اللي كدير النصب والاحتيال ماشي دابا شنو كدير، كاين بعض الجمعيات عندنا كيجيبوا بنادم معوق ولا هكذا كيقسموا معاه، ماشي كلشي الجمعيات، كنقول بعض الجمعيات وهما عارفين راسهم شنو كيديروا. هذوك الجمعيات كيبيعوا لك الاول الوهم، ثانيا كيبيعوا لك الدين، ثالثا حتى كدير فيهم الثقه عاد كيديروا عليك النصب والاحتيال. هاد اصحاب الجمعيات اللي عندنا، هاد اصحاب الجمعيات اللي ما كان عندهم بزاف، اللي كنشوف رؤساء الجمعيه اللي كانوا سكيريه، اللي كانوا شفاره، اللي كانوا هكذا، دابا كتلقاه كيصلي كيقول لك انا كنعبد الله، كندير هكذا، يبقى كيكذبوا على الناس. ولهذا حذري المجلس الجماعه، باش الا عطيتوا لشي الجمعيه عطيو، شوفوا فين غادي تحطوا الفلوس، شوف التتبع نتاع المشاريع نتاع الجمعيه، شوف التتبع فين عطيتوا الفلوس، ماشي يعطيه الفلوس هكذاك وها يديهم هو يبقى يلعب فيهم، وبقى يمشي يكريو السيارات يبقاو يلعبوا فيهم. حذري خوتي، والله الا كنقول لكم حذري من هاد الاشخاص، وحذري من هاد الناس عندكم يبقاو يكذبوا عليكم ولا يديروا عليكم، استغفر الله، ما تثقوش فيهم في هاد الناس. هاد الشيء اللي بغيت نقول، لان كنتمنى المجلس الجماعه ان شاء الله غادي يكون بخير وعلى خير. كنتمنى المجلس الجماعه، وكنتمنى واد الحار ان شاء الله يتخدم بالنسبه يتلاقى مع نتاع بلنصر باش ما يبقاش يتكبل هي في الواد. وكنتمنى ان شاء الله يجيبوا المشاريع لجماعه بني شيكار، وكنتمنى جميع الاعضاء كنتمناهم الخير ان شاء الله، وكنتمناهم يتعاهدوا بيناتهم ويجلسوا بيناتهم ويكونوا دابا هما ما يشوفوش تصفيه الحسابات بين المرشح مع المرشح ولا المرشح مع الرئيس، لا، هما يشوفوا المواطن اللي رشحوا عليهم، المواطن اللي دار فيهم الثقه باش يخدم بني شيكر. لان بني شيكر تأسست الجماعه في عهد الاستقلال، وما زال عاد كنسمعوا الاكاذيب. كنقول لكم بركه من الاكاذيب. واليوم ان شاء الله بهذا المجلس الجديد، بهذا المجلس الحالي، كنتمنى تنوروا بني شيكر وتفتحوا فيه العين ان شاء الله، وتفتحوا فيه المشاريع باش يكون واحد العبره لرؤساء الجماعه اللي فاتوا من تما، او لمجلس السابق اللي فات تما. لان كيف كنشوف محمد اوراق رئيس الجماعه الحالي كتعيط له في التليفون كيجاوب، كان رئيس الاول كيخاف اللي غادي يجاوب في التليفون، والله العظيم اللي كيخاف. وشوف الله تعالى دار ولده هو، والله ما طلع حتى مرشح ما طلعش، باش تعرف الله تعالى كن فيكون. الله لا يهمل ولا يمهل، لان الله تعالى كيتخلص في هذه الدنيا قبل الاخره. لان انت السيد الرئيس السابق
الا جيتي باش تبقى تكذب على الناس، حنايا لا، حنايا درنا المرشحين باش يخدموا المصالح الشعب والمصالح الوطن، باش يخدموا هاد بني شكر. لان حنايا كنتمناو هاد بني شكر ان شاء الله يكون عبره للمواطن، او عبره للناس، للاجيال اللي غادي يفوتوا منا ان شاء الله. وكنتمنى ان شاء الله من قلبي ان شاء الله باش ان شاء الله يخدموا هاد بني شكر. وان شاء الله كنتمنى هاد الاعضاء، لان دابا هاد الاعضاء الحمد لله بالنسبه عاليه، بالنسبه كاع الاعضاء، جميع الاعضاء الحمد لله عالي. كنا كندابزو تصالحنا، لان كانت استعنت على الشيطان. كان المجلس السابق كيدير كيبغي بنادم يدابز هكذا، ودابا الان ان شاء الله كل شيء غادي يولي لمجاريها ان شاء الله. وكنتمنى المجلس باش يهتم بالمشاريع، ويهتم بالتنميه البشريه، ويهتم بالناس باش يخدموا هاد بني شكر ان شاء الله، باش يبقى واحد النظره، ويبقاو ان شاء الله يديروا المشاريع ملموسه، ويشوفوا البحر عاود ان شاء الله يديروا فيه شي مشاريع باش يبقاو ان شاء الله الناس يستافدوا. لان حنايا كيفاش كانت المغرب بين مليليه المحتله والحدود الوهميه، كانت مليليه كتهز قدام تاع النساء وقدام تاع الناس. دابا الحدود المسدوده بين مليليه والمغرب، لان ضرات المنطقه واحد الضرر كارثه يرثى لها. بزاف ديال النساء اللي ضروا من الحدود الوهميه، بزاف ديال الناس اللي راهم كبار عندهم الاولاد وعندهم هكذاك ضروا بمليليه المحتله، او بين الجزائر، الحدود بين الجزائر اللي كانوا كيخدموا مازوت، كيخدموا الناس لان المنطقه الشرقيه ضرت بزاف من هاد الكارثه وهاد كورونا كوفيد 19. ودابا كنتمنى ان شاء الله كنحيي واحد الرساله كنعطيها لرئيس الجماعه. كنتمنى ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله الغالي السيد الرئيس بكل اعماق قلبي. كنتمنى الله تعالى ان شاء الله يشافيك ويعافيك ان شاء الله. وكنتمنى الله تعالى ان شاء الله تكون قدره للناس، وتكون قدره لمجلس السابق ان شاء الله. واخا التنقضات، واخا هكذا انت السيد الرئيس ما عندهم ما يقولوا فيكم في هذا المجلس. لان كيف كنشوف هذا المجلس ابرياء ومجلس الفقراء، لان مجلس كنشوف ترانكي الناس ديالها فقراء، ما كانش شي واحد تما اللي هكذا ولد الحرام ولا هكذا. كنشوف كلشي الناس بوبريه وفقراء، وكنشوف كلشي الناس اللي لا راهم تما جاو باش يخدموا المصالح، وجاو باش يخدموا المشاريع، جاو باش كل واحد بغى يخدم المشاريع نتاع الدوار ديالو، كل واحد كيهضر على الدوار ديالو. هكذا انا كنبغي، وهكذا اللي بغينا حنايا، وبغينا حنايا ان شاء الله هذا الشيء يزيد يطلع لقدام ان شاء الله، باش يزيد ان شاء الله ينور ان شاء الله، ينور المجلس. وبغينا ان شاء الله يكون واحد الحاجه تكون مزيانه ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله. راه مازال باقيهم مع 3 سنين اللي باقيهم. كنتمنى ان شاء الله ما يكونوا متفقين ويكونوا متحدين باش يخدموا المصالح. لان شكون اللي كياكل العصا؟ المواطن اللي كياكل العصا، او الشعب اللي كياكل العصا. حنايا ما بغيناش هذاك الشيء، حنايا بغينا ان شاء الله نكونوا خوا ونعطيو اليد لبنادم باش ان شاء الله يخدموا المصالح. اللي كنقول حضاري مع هذاك الجمعيات اللي كيديروا النصب والاحتيال على الناس، هذا الشيء اللي كنقول حضاري على حساب الناس اللي كيديروا النصب والاحتيال على الناس. ولهذا كنشكر المتبعين ديالي خارج الوطن وداخل الوطن. كنتمنى اللي دخل جديد يدير اللايك وابوني باش ان شاء الله نبقاو باش تشجعونا نبقاو نجيب لكم الجديد. ولهذا اللي كنشكر السي عبد الصمد السقلي مدير الجريده الكواليس الجهويه، وكنشكر السي سقلي مع الوقوف ديالو اللي كيوقف مع الناس بزاف، اللي كيعاون الناس بزاف. لان انا شفتو وقف معايا في 2018 2017 حتى 2022 هو اللي وقف معايا، كيمشي معايا للعمله،
كنشكرك بزاف من اعماق قلبي، لان راك عزيز حتى انت السي صقلي، لان رجل شجاع اللي بغى يخدم هذه البلاد. هو رشح وما نجحش، ان شاء الله جاي الوقت الاخرى ان شاء الله، وكنتمنى ان شاء الله يدخل الفرحه على جميع الناس ديالنا. وشكرا لكم.